منها التعليم العالي، الاقتصاد، الاستثمار، في المجال العسكري، المهم. لكن ما تخفي وراءه هذه الزيارة هو أن هذا الرئيس البيلاروسي يا جماعة أول شيء لازم نعرفوه أنه هو العدو الأول للغرب وأمريكا. هذا نشر رؤوس نووية على حدوده ليضرب الغرب. هذا رقم واحد، العدو أكثر من بوتين، هذا عدو الغرب وأمريكا أكثر من بوتين باش نفهموا موضوع هذا الرئيس. ولا يزور أي بلد إلا إذا كان حليف استراتيجي وقريب جدا منه. لا يزور أي بلد، يعني حوسوا على الزيارة تاعو راح تفهموا. وأنا أعتقد أن هذا الرئيس بيلاروسيا بحضوره إلى الجزائر وزيارته إلى الجزائر كان مبعوث من رئيس روسيا 100%، 1000%. وتقربه، يعني تقربه من الجزائر، عرف أن الجزائر رجال ما يخونوش. هذه نقطة. الجزائري لا يخون. افهم هذا الرئيس البيلاروسي وصدقوني يا جماعة، يعني ممكن راهم كفار ومنا بصح هما مسيحيين، لكن والله العظيم يعني الرجولة لا توجد فقط عند المسلمين. هناك بعض الدول يعني تلقاهم مسيحيين بس تلقاهم أقسم بالله أرجل من بعض الدول العربية. منها التعليم العالي، الاقتصاد، الاستثمار، في المجال العسكري، المهم. لكن ما تخفي وراءه هذه الزيارة هو أن هذا الرئيس البيلاروسي يا جماعة أول شيء لازم نعرفوه أنه هو العدو الأول للغرب وأمريكا. هذا نشر رؤوس نووية على حدوده ليضرب الغرب. هذا رقم واحد، العدو أكثر من بوتين، هذا عدو الغرب وأمريكا أكثر من بوتين باش نفهموا موضوع هذا الرئيس. ولا يزور أي بلد إلا إذا كان حليف استراتيجي وقريب جدا منه. لا يزور أي بلد، يعني حوسوا على الزيارة تاعو راح تفهموا. وأنا أعتقد أن هذا الرئيس بيلاروسيا بحضوره إلى الجزائر وزيارته إلى الجزائر كان مبعوث من رئيس روسيا 100%، 1000%. وتقربه، يعني تقربه من الجزائر، عرف أن الجزائر رجال ما يخونوش. هذه نقطة. الجزائري لا يخون. افهم هذا الرئيس البيلاروسي وصدقوني يا جماعة، يعني ممكن راهم كفار ومنا بصح هما مسيحيين، لكن والله العظيم يعني الرجولة لا توجد فقط عند المسلمين. هناك بعض الدول يعني تلقاهم مسيحيين بس تلقاهم أقسم بالله أرجل من بعض الدول العربية.